المعتصم المعروف بوعبيد، راجل في الربعينات، ساكن في دوار يوسف نواحي بني ملال. كان كيعيش حالة بسيطة، تربى وسط عائلة عسكرية حيت باه كان عسكري في القوات المسلحة الملكية. منين تقاعد بقى كيعاني صحيا حتى توفى في ظروف غامضة. المعتصم ما تقبلش هاد الوفاة بسهولة، وبقى كيتهم الدولة بالإهمال في حق باه، وقال أن باه مات مظلوم. الطفولة والمعاناة. من الصغر كان عايش بوعبيد مع أب صارم بحكم خدمته العسكرية، لكن كيف ما كيقولوا الناس كان قلبه طيب. منين كبر ما قدرش يلقى خدمة مستقرة، بقى ديما حاير، مرة يخدم هنا ومرة يخدم لهيه، لكن كيتعرض للتهميش، ما كان عنده دخل مستقر. المشاكل النفسية والضغط العائلي، خاصة من بعد موت باه، خلاوه يختار طريق صعيب باش يوصل صوته. علاش طلع فوق الشاطو؟ نهار 24 يونيو 2025 طلع المعتصم فوق الخزان ديال الماء، الشاطو عالي بزاف، كاين وسط الدوار. بقى تماك وقال للناس انا ما غنزل حتى يسمعوا ليا، باغي حقي وحق با، بغيت نعرف علاش مات وشنو وقع بالضبط. الناس بدات كتجي تتفرج، كاين اللي تعاطف معاه وكاين اللي خاف عليه من شي كارثه. تصعيد الامور. بقى المعتصم فوق الشاطو اكثر من 15 يوم، الشمس والحراره لا ماكله لا نعاس. السلطات والوقاية المدنية جاو يحاولوا يهضروا معاه، طلبوا منه ينزل لكن رفض. حتى طلع عنده واحد من عناصر الوقاية باش يهبطوا، لكن المعتصم هجم عليه بعصا، ضربو وبقى محبوس معاه الفوق. هادشي خلى السلطات تشدد الحراسة، جابوا الدرك الملكي وناس مختصين باش يتفاوضوا معاه، لكن النفسية ديالو كانت متدهورة بزاف. النهاية الحزينة. في ليلة 11 يوليوز المعتصم دار حبل في عنقو، شنق راسو فوق الخزان. بعض الفيديوهات بيناتو معلق، من بعد طاح لتحت قدام عينين رجال الوقاية والدرك. جبدو الجثة، داوه بسرعة للمستشفى، لكن للأسف مات. النيابة العامة فتحت التحقيق، الناس في الدوار تصدموا، داروا وقفات احتجاجية كيطلبوا توضيح الأسباب ويحملوا المسؤولية للناس اللي ما تدخلوش بكري. السؤال المطروح هو علاش دار هادشي؟ السبب موت الأب في ظروف غامضة. المعتصم مقتنع أن باه مات مظلوم. المشاكل النفسية، الضغط، الفقر، العزلة والوحدة. غياب الاستماع، ما كانش اللي يسمع ليه لا من السلطات لا من الأطباء. الاحتجاج بطريقته، حس براسو مسدود عليه كل شيء، وخاف يمشي حق باه في الخسران. شنو قالوا الناس؟ لو كانوا سمعوه من الأول ما نوصلوش لهاد الكارثة. الدولة خاصها تفتح عينيها على الناس اللي كيعانيو في صمت. خاصنا دعم نفسي في القرى، بزاف ديال الشباب كيموتوا في صمت. الخلاصة، المعتصم ما كانش مجرم، ماشي مخرب، كان راجل مريض بالهم، قلبه عامر بالحزن على والديه، باغي يسمعوا ليه، لكن ما لقى حتى ودن تصغى ليه. حتى قرر يحتج من فوق الشاطو ويخلي حياته تخلص الثمن. قصة مؤلمة لكن فيها درس كبير، ماشي كل واحد دار شي تصرف غريب راه حمق، يمكن يكون غير مهموم ولا باغي شي واحد يسمعه. هادشي اللي وقع للمعتصم ماشي غير احتجاج فردي، هادي كانت صرخة مجتمع كامل كيتخنق. المعتصم ما كانش باغي الشهرة، ما كانش باغي يدير الفوضى، كان باغي يبرر وجوده ويقول أنا ماشي رقم، أنا ولد هاد البلاد. الدولة ما سمعاتوش، المجتمع ما فهموش، الصحافة ما قرباتش ليه، حتى الناس اللي وقفوا حدا الشاطو غالبيتهم جاو يتفرجوا ماشي يتفاهموا. المعتصم كانت فكرته واضحة، إما تصنتوا ليا إما غادي نخلي حياتي تكون رسالة. وهنا بالضبط كانت المأساة. تحليل الشخصية من الداخل. كان من النوع اللي ما كيهضرش بزاف، ما كيعرفش يتعامل مع الناس، لكن في داخله كانت عاصفة. النوع ديال الناس اللي كتحسهم عاديين في المظهر، لكن عقلهم قلبهم عامر بالحرب. الناس بحال المعتصم عندهم قلق صامت، بحال بركان كيغلي بلا دخان. إحساس بالفقد والخذلان. الموت ديال باه في ظروف غامضة خلق فيه شعور عميق بالخيانة. هو ما كانش كيتكلم على التعويض، هو كان كيبكي على الاعتراف، على الكرامة. في كل خطوة فوق داك الخزان كان كيراجع فيها الذكريات مع باه، لحظات القهر، الصمت والتهميش اللي عاشوه بجوج. غياب الاستماع، الانفجار. المعتصم بحال بزاف ديال الشباب
كيحسوا براسهم مرئيين، كيعيشوا وسط وسط ما كيمنحش الأمان. لما كتعيش هاد الإحساس لمدة طويلة كيبدا الإنسان يعتبر حياته ما عندها قيمة، من تما كيولي مستعد يضحي بها باش على الأقل تولي عندها معنى. الظروف اللي كان كيدوز منها، الليل طويل بلا نعاس، كيبكي وهو ساكت، كيحاول يلقى الخدمة لكن كيتصدم بالإقصاء، كيسمع فحال خدمو فلان حيت عندو المعارف، كيشوف باه كيموت لكن ما عطاو حتى شي اعتبار، كيحاول يهدر لكن ما كيسمع ليه حد. تصور معايا هاد الألم كيتراكم عام ورا عام، بلا علاج، بلا دعم، بلا كلمة طيبة. أجي نسولك سؤال واقعي، شحال من معتصم باقي كيتكمش في الأحياء الشعبية، في البوادي، بلا صوت، بلا ما يسمعو حد؟ الخلاصة، المعتصم ماشي حالة خاصة، هو واحد من المجتمع حابس الكلمة في حلقه، كيتلقى في شطحات أو احتجاجات أو حتى في الموت. كان خاص الناس يسألوه من قبل ما يحكموا عليه، شحال خاصو ديال الألم باش يطلع فوق هذاك الخزان ويبقى تماك بوحدو تحت الشمس كيتسنى غير يسمعوا ليه. هذا كان مجرد تحليل بسيط لواحد الإنسان اللي بزاف كيعتبروه مجرم وبزاف كيعتبروه ضحية. وحتى نتوما ما تبخلوش علينا برأيكم في الكومونتيرات وتعطيونا وجهة نظر ديالكم. وكنتمنى من اي واحد وصل معنا حتى لهاد الوقيته ما يبخلش علينا بجيم واشتراك، وان شاء الله كل نهار مع قصة وعبرة جديدة من الواقع اللي كنعيشه. السلام عليكم.